النهاردة هنعمل الجيلي كولا بأقل تكلفة، وحاجة نظيفة ومضمونة وعاملينها في البيت بإيدينا، وأشكال حلوة برضه مغرية زي اللي بيغروا بيها الأطفال في المحلات. معانا باكت جيلي، أنا جبته بنكهة الكريز والكولا، وصراحة يا جماعة طعمه رهيب جدا زي طعم الجيلي كولا بالظبط. حطيت 3 معالق صغيرين من الجيلاتين ومعلقة واحدة من السكر. تمام. هاحط عليها نص كوباية من المية المغلية وهقلبهم مع بعض لحد ما يسيحوا كده مع بعض. تمام. هما طبعا بيشدوا الأطفال بالأشكال وكده وبيخلوهم عايزين يشتروا كل شوية. احنا بقى عملناه لهم في البيت، حاجة نظيفة ومضمونة. هنا بعد ما غلي على النار وكله ساح كويس، هنسيبه يهدى شوية ما يبردش يا جماعة، ونفضيه في حاجة زي كده، أو ممكن انتوا بالمعلقة لو مش عندك حاجة زي كده مش متوفر، ممكن بالمعلقة تاخدي وتحطيه في القالب. أنا استخدمت القوالب دي عشان برضو ايه، أخلي الولاد ينبهروا بالجيلي كولا اللي احنا عملناه. وعايزة أقول لكم إن هو طلع أكتر من ربع كيلو. تمام. ب12 جنيه بس، 12 جنيه بس، وطلعنا أكتر من ربع كيلو. القالب البلاستيك ده بتاع الألعاب بتاعت بنتي، بندهنه عشان أنا قصدت أوريهولكوا في الفيديو، عشان لو مش عندك السيليكون بتدهني القوالب زي كده، أو ممكن القالب بتاع التلاجة الفريزر تدهنيه بالزيت وتصبي فيه الجيلي كولا، وبعد كده يطلع بمنتهى السهولة. هيدخل التلاجة ربع ساعة وهيطلع معاكي جامد زي الفل، مفيهوش أي حاجة. تخيلين بقى 12 جنيه وعملنا أكتر من ربع كيلو جيلي كولا، حاجة معمولة على نظافة وأرخص 100 مرة من اللي احنا بنشتريه من بره. أنا متأكدة إني فتحت نفسكم وهتعملوا للولاد في البيت ومش هتشتروه تاني من بره. أنا فاكرة إني جبت من فترة ب25 جنيه جيلي كولا نوع نضيف، فيه 8 وحدات، الكيس فيه 8 وحدات بالظبط، طبعا عشان سعره غالي جدا. ده بقى احنا ضامنينه بقى وعارفين ان هو معمول من ايه بالظبط، وهيفرحوا بيه الولاد جدا. بص طلعت معايا بمنتهى السهولة اهي. هو لونه جميل وطعمه حلو قوي، بس هو اللون مش باين عشان خاطر انا كنت مصورة بالليل. بس هو صراحة يا جماعة يستاهل التجربة، يعني متأكدة ان انتوا هتعملوه وهيعجبكم انتوا كمان شخصيا الكبار. بصوا لذيذ ازاي زي الجيلي كولا بالظبط. انا لو عندي القوالب بتاعه الجيلي كولا اللي هي على شكل ازايز الكولا دي كان هيبقى خطير. بصوا هنا اللون في دي باين شويه. انا كنت معاكم ريهام. هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم. يلا.